السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة وقفت على موقف محزن نوعا ما لابن القيم الجوزية، لكن أتكلم بهذا الكلام اليوم حتى كل واحد منا لما يروح يدفن لا قدر الله صديق له، حبيب له، زميل له، والده، والدته، أخ له أو أخت له، يصحى لهذا الأمر الضروري اللي كثير منا اليوم طنشه ناسيه أو بالثقل منه. أولا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الميت لما يوضع في القبر إن الميت ليسمع قرع نعال أهله يغادرون. إذا الميت يشعر بالوحشة. الميت لما نزلوا على القبر في حياة أخرى اسمها حياة برزخ، لا تسأل كيف وكيف شكلها وكيف، لكن ما بنزل معك إلا عملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ثلاثة: أهله، ماله، وعمله. يذهب الأهل والمال ولا يبقى معك إلا العمل، عشان تصحى الآن وتشتغل لنفسك مع الله سبحانه وتعالى. إذن إن الميت ليسمع قرع نعال أهله يغادرون، أي يبتعدون عن القبر، فيشعر بالوحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما وضع أحد أصحابه وقال: سلوا لأخيكم الثبات فإنه يسأل الآن. عليك أن تدعو لأخيك بالثبات فإنه يسأل الآن. يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ مش اللي مقطع الصلاة، مش اللي بكفر الرب والدين، مش اللي بضرب والدته وبيسيء لجاره، لا، من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ يعني لازم تحب ربنا، ولازم تمشي على القرآن، ولازم تمتثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا السبب الذي من أجله عملت هاي الموعظة البسيطة. يروي ابن القيم رحمه الله أنه مر بمسجد في سفر، طريق سفر، مر على مسجد جامع فنام، كان تعبان مرهق نام. فيقول ابن القيم رحمه الله: فاستيقظت على صوت أناس يدخلون جنازة، في ناس معهم جنازة دخلوها للمسجد للجامع وبدهم يصلوا عليها، فقمت فتوضأت ثم صليت معهم على الجنازة، ثم بعد ذلك طمعا بالأجر يعني اتبعتهم للمقبرة، رحت معاهم للمقبرة ثم دفنوا صاحبهم، ثم بعد ذلك استغربت من القوم أنهم تركوا الميت وذهبوا. قوم عزي يا ولد على المقبرة، العزاء على المقبرة يا إخوان، بقوم أولاد الميت، إخوان الميت، أصحاب الميت، قوم عزي. والأصل السنة أن نبقى بعد الدفن بمقدار ذبح الجمل، الجزور، ذبح الجمل وسلخ الجمل وتقطيع لحم الجمل. العلماء قالوا من ساعة إلى ساعتين، لكن والله في ناس اليوم ما بقعد دقيقتين، ما بيصدق على الله، هو خلصان من الدفن، بده يفل، بده يخلص. الميت بحاجة لهذا. اسمعوا، يقول ابن القيم رحمه الله: استيقظت على صوت أناس قد أدخلوا جنازة لهم، قمت توضأت فصليت على صاحب الجنازة ولا أعرفه، ثم بعد ذلك تبعت الجنازة ودفن صاحبهم. قال: فاستغربت عندما دفنوا الميت أنهم انصرفوا، راحوا تركوه. قال: فبقيت على القبر عند صاحب القبر، فقلت: يا رب، إن هذا العبد ضيف كريم، لو أتاني لبيتي أنا لأكرمته وأحسنت إقامته، فكيف وقد حل بك وأنت أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته. وأخذ يدعو الله لهذا الميت. يقول ابن القيم: ثم أكملت سفري، وبعد أيام رأى في المنام رحمه الله أن رجلا يلبس ثياب بيضاء. قال: رأيت رجلا في المنام يلبس لباس أبيض ووجهه كله نور، فقال لي: السلام عليكم. قلت: وعليكم السلام. قال: أو تعرفني؟ قلت: لا والله لا أعرفك. قال: أنا الرجل الذي صليت علي في مسجد كذا وبقيت عندي وقد تركني الناس، وقد رحل عندي الناس، أنت الوحيد اللي ظليتك عندي. أو تعلم والله إن الله قد غفر لي بدعواتك إلي أنت. شوفوا ربنا غفر له بدعاء ابن القيم. إحنا اليوم بحاجة لما نروح ندفن إنسان بنحبه أو إنسان له لحظات طيبة معنا أن نجلس على قبره ربع ساعة، نص ساعة، ليش أقول لك ساعتين، ربع ساعة، نص ساعة. والله يا ناس في ناس أبوه وأخوه ما بيصدق على الله وهو رايح، في ناس بيسحبوهم سحب، قوم العزاء على المقبرة. لا والله، الميت أحوج ما يكون عندما ينتهى من الدفن. ادعوا لأخيكم بالثبات
فإنه يسأل الآن، والميت يشعر يقول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة: إن الميت ليسمع قرع نعال أهله يغادرون. فإذا قدر الله صليت على جنازة، رحت تدفن مع صاحب الجنازة، اصبر لك ربع ساعة نص ساعة، بس دعاء للميت، بس دعاء للميت. أسأل الله أن يرحم موتانا جميعا وأن يغفر الله لهم، وأسأل الله إذا ما كان نصيبي ونصيبك أن نموت أن يهيئ الله لنا من يقف على قبورنا لساعة أو ساعتين فقط يدعو الله لي ولك: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونستعيذك ربنا من الشر كله عاجله وآجله لنا ولموتى المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك لنا ولهم من خير ما سألك عبدك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك ربنا لنا ولهم من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله. بس بصدق إذا إلك ميت اقعد على قبره شوي، ادعي له بس، عظيمة جدا، لعل الله يهيئ لك من يدعو الله لك عند قبرك عندما تموت. وكل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.